السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ده أدهم ابني بيسلم عليكم وبيقول لكم يا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك. النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو سهل وبسيط وخفيف كده. هشارك معاكم النهاردة اليوم بتاعي. انا رحت السوق، هقول لكم انا جبت ايه والاسعار في السوق عاملة ايه، اسعار الخضروات والفاكهة. اول حاجة جبتها كانت الطماطم، طبعا دي الاساس في البيت. جبت الطماطم كانت اسعارها كويسة، كانت بتبدأ من 8 جنيه لغاية، كان في كمان ب3 جنيه، يعني في ب8 وب7 وب6 وب5 وب4 وب3 ب3 ونص بصراحة. يعني كانت ال3 كيلو ب10 جنيه. بس كانت ايه يعني طرية طرية، يعني دي اللي انت تاخديها تعمليها صلصة دلوقتي، يعني ما تصبريش عليها بصراحة. بس مش وحشة. في حين ان انت لو محتاجة ان انت تعملي كمية صلصة او حاجة، هتجيبي اللي هي الرخيصة الطرية دي وتضربيها في الخلاط على طول وتشتغلي بيها. المهم اللي جامدة قوي، يعني اجمد حاجة وانشف حاجة، كانت ب8 جنيه وب7 جنيه. انا دي كانت ب5 جنيه، انا جبت 3 كيلو. تمام، لان انا عندي كميه صلصه كويسه في الفريزر، فانا مش محتاجه دلوقتي ان انا اعمل صلصه. وبرضو انتوا عارفين حساب ان انا بعمل حساب الشيل وانا مروحه وكده، فببقى ايه يعني بتعب شويه في الشيل بتاع الحاجات. تاني حاجه جبتها الخيار النهارده كان غالي، كان ب15 جنيه. هو شكله حلو وكل حاجه وصغير وجميل، بس هو انا اصلا مش بحب الخيار الصغير قوي. يعني انا حتى لما بجيب انا يعني جايبه ده صحيح صغير وكل حاجه، بس انا بحبه يكون ايه يعني كبير شويه، لان بحب ساعات الاولاد بيقشروه و... وانا بحبه يعني بيبقى يعني مش ناشف قوي. تمام، وهي اذواق برضو. المهم ان انا جبت كيلو ونص خيار، يعني يا دوبك هيمشوا الاسبوع. انا بستخدم الخيار اكتر من كده، بس بما انه ب15 جنيه فكان كفايه الكيلو ونص دول. الفلفل برضو كان اسعاره حلوه، وخصوصا ان هو ملون، يعني احمر في اخضر غامق، في الالوان اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، فهو كان حلو. كان الكيلو ونص كان ب10. تمام. انتوا طبعا عارفين ان انا من الناس اللي بتحب جدا الفلفل في البيت، سواء في الفريزر او في التلاجة. انا بحب اجيب الكمية كل اسبوع طول ما هو رخيص، يعني طول ما هو رخيص كده بالاسعار الحلوه دي بتاعتنا، لان ده بلدي. بجيبه وبحطه في الفريزر وبشتغل بيه. بيجي علينا اوقات بيبقى الفلفل ب40 وب30 وباسعار فلكيه بصراحه، ما بجيبوش خالص. بطلع من اللي انا شايلاه في الفريزر وبشتغل بيه، وطول ما الفلفل غالي ما بجيبوش. والتفريزات بتبقى تنفعني جدا في الوقت ده. انا بحب ان يكون عندي في الفريزر الحاجات اطلعها في وقت الغلا، او في الوقت اللي هي مش الموسم بتاعها، يعني ما يكونش مثلا موسم البسله اعمل بسله. حتى لو عندي عزومه او حاجه اطلع الحاجات واعمل حاجات ما تكونش موجوده في السوق. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا بحب ان انا اعمل الحاجه اللي ما تكونش موجوده او في اوانها. ومن غير ما اكلف نفسي برضو، يعني هي ممكن تكون موجودة في السوبر ماركت متفرزة وكل حاجة، واجيبها من السوبر ماركت، بس انا ليه ما انا اجيبها في الوقت الموسم بتاعها وبتبقى رخيصة، ومش هتكلفني حاجة اكتر من ان انا هجهزها واعملها واكيسها واحطها في الفريزر، فما فيش فيها ايه اي مشكلة. جبت كمان القتة، اول مرة اشوف القتة في السوق عندنا النهاردة. ما كانتش، انا سامعه في ناس كانت بتقول ان هي بقالها 15 يوم، يعني اسبوعين او اكتر كمان موجوده في الاسواق، بس انا في السوق النهارده اول مره اشوفها بصراحه. كانت هي كبيره شويه. بس انا ما لقيتش اصغر من كده، ما كانش في اصغر من كده. فهو الحجم ده مش وحش يعني، لا، وخصوصا ان هي لسه جديده، مش وحشه يعني، من جوه حلوه. دي كانت ب10 جنيه، انا جبت كيلو ونص. الليمون كان غالي برضو، معرفش ماله الليمون، يعني من ساعة شم النسيم وهو أسعاره غالية. الليمون كان ب30. انا ما كانش عندي ليمون النهارده، وانا بعمل كده المتابعه بتاعه الفريزر التلاجة كلها كده، وانا بشوف التلاجة ناقصها ايه، وبفرز اللي فيها ناقصه ايه، عايزه ايه، محتاجه الحاجات اللي انا هجيبها. ما كانش عندي ليمون، فقلت خلاص انا هجيب ربع كيلو ماشيين الاسبوع ده، وان شاء الله لما انزل الاسبوع الجاي اما اشوف هتبقى الدنيا عامله ايه. المهم جبت ربع كيلو. جبت كمان البرتقال الصيفي ده،
انا بجيبه يعني من باب ان انا اخلي حاجه في التلاجة، لان الفاكهه كلها بتخلص وبتصفى عليه هو، وفي الاخر بيبقى مفيش حل إن غير ان احنا ناكله. سواء نتاكل تمام مفيش مشكله. عندي الولاد مش بتميل قوي للبرتقال الصيفي، بس انا وزوجي يعني بنحبه بناكله. لو ما اتاكلش بعمله بقى ايه، عصير برتقال بجزر. الولاد عندي الصبيان بيحبوه بصراحه. فخلاص طول ما هو موجود بجيبه. كان ب10 برضو، جبت كيلو ونص. تمام. يعني انا بحب ان الفاكهة تكون كتير في التلاجة، لان بيجي علينا وقت تحس كده ان احنا مهبطين، وعايزين اي حاجة بسرعة مسكرة، اي حاجة فيها مية وفيها سوائل، خصوصا الجو اليومين دول بصراحة حر جدا. فانا بجيب الحاجات دي دايما واخليها على طول في التلاجة، ما بتتقطعش من التلاجة بصراحة. جبت الكلبنتينة دي او اليوسفان دي، مش عارفة هو برضو دي تعتبر كلبنتينة صيفي. جبتها كانت كان برضو ب10، جبت كيلو ونص. هي برضو زي قصة البرتقال كده، بس هي بتبقى بصراحة مسكرة شوية اكتر من البرتقال. يعني هي ان عندي البرتقال الولاد مش بياكلوه الصيفي قد كده، انما اليوسفي او الكلامنتينا دي بياكلوها لان هي بتبقى مسكرة. المهم جبت منها زي ما قلت لكم كيلو ونص. جبت كمان الكنتالوب ده، او في ناس بتقول عليه الاناناس زي ما تقولوا عليه او زي ما بتسموه. برضو كان ب15. احنا بنحبه. جبت دول 3 كيلو او 2 كيلو ونص تقريبا. الاناناس او الكنتالوب بصراحة من الفواكه الحلوة جدا اللي احنا بنحبها. جبت دول وهخليهم في التلاجة. اكلنا منهم تمام. حبيت ان انا اعمل برضو منهم عصير، مفيش مشكلة. يعني هو بيمشي كده وبيمشي كده، وبيبقى ساعات بعمل منه ايس كريم بصراحة، بيبقى حلو جدا. يعني انا لو ما عملتش منه عصير الاسبوع ده، يبقى ان شاء الله هعمل منه ايس كريم باذن الله. زي ما قلنا الجو حر جدا وعايز حاجات كلها ترطب علينا، والكنتالوب من الحاجات الحلوة جدا اللي هترطب علينا في الحر النار اللي احنا فيها دي. وانا قلت لكم قبل كده ان انا مش من الناس بصراحة اللي بتحب الصيف، انا بعشق الشتاء. برد ومطره وبرق ورعد وكل حاجة، بس انا بحب الشتاء، مش بحب كفاية علينا الحر وكل حاجة فيه متعبة بصراحة وفرهطة، مفيش بعد كده. المهم جبت كمان موز. الموز بص هو ممكن يكون اخضر، شكله من بره اخضر، وانا كنت جايباه وانا قلقانه، بس الراجل قال لي ان هو ما تخافيش منه، من جوه مستوي. يعني هو القشره بتاعته لونها اخضر، بس هو من جوه مستوي. وفعلا احنا لما قشرناه بصراحه ما كان حلو، يعني كان مستوي وكان طعمه جميل جدا. ما كانش اللي هو الناشف اللي بيشد في البق ده، لا كان بصراحه كان حلو، وكان مستوي من جوه، كان حلو جدا. اليوسفندي دي كان عامل 18 جنيه. لا الموز عفوا، الموز كان عامل 18 جنيه. جبت كمان الخوخ ده. الخوخ طبعا مفيش حد بيختلف عليه، كلنا بنحبه، وعندنا كلنا الاولاد بتحبه. كان باسعاره يعني عند كل بياع بيدي سعر غير التاني. في ناس بتبيعه ب30، وفي ب40، وفي ب35. المهم ده كان ب30، وفي ناس بتبيع ب25 كمان، بس هو صغير شوية بصراحة. ده كان ب30، انا جبت كيلو ونص. والعظمة بتاعتنا طبعا دي يعني اقولك ايه، اهم حاجة في التسويقة بتاعتنا النهاردة وفي حاجتنا كلها النهاردة، كانت البطيخة الجميلة دي. عايزة اقول لكم انا مش بحب لما اجيب من السوق، حتى الراجل ما قطعهاش ليا كاملة، قطع لي 3، يعني من هنا 3 جناب بتوعها، وساب الجنب الاخير ده ما قطعهوش. المهم انا مش بحب لما اجيب البطيخ اكسره في السوق. ليه بقى؟ بتتعصر وبتتبهدل مني مع الشيل والحط في الشنطة يعني عارفين انتوا المواصلات بقى والمشي وراحة جاي والكلام ده كله، الحاجة بتتبهدل. فانا ما كنتش عايزة اكسر البطيخة بصراحة في السوق، انما اضطريت ان انا اكسرها لاني كنت قلقانة، يعني كنت خايفة ما تكونش حمرة، ما تكونش مرملة مسكرة. فاضطريت ان انا اخليه يقطعها ليا. وشوفي حتى اتعصرت واتبهدلت، وتحس ان قلبها وقع منها. انا مش بحب بقى ان انا اجيبها
مكسوره، بس لازم لابد منه. كنت جبتها قبل كده وما كنتش خليته يكسرها ليا، جبتها زي ما هي والحمد لله كانت كويسه. انما الاسبوع ده قلت له لا، انا بس عايزه اطمن وافتحها لي علشان اشوفها. المهم البطيخ برضو اسعاره بتبدأ من 30 ل 80. دي كانت ب40. تمام. هي لان دي كان حجمها وسط يعني ما كانتش كبيرة قوي. التفاح البلدي اللي هو بتاعنا المصري ده موجود دلوقتي، بس شكله مش قد كده يعني. بصوا، مش اللي هو احلى حاجة يعني. فعلشان كده انا ما كترتش منه، انا جبت كيلو واحد بس. كان عامل 25 جنيه. بصراحة هو حلو وطعمه جميل جدا، بس شكله ما كانش قد كده، وسعره بالنسبة لشكله يعتبر غالي. بس انا بقول يمكن علشان هو اول مرة يكون موجود او لسه يعني جديد وكده، مش عارفة. فالمهم انا ما جبتش غير كيلو واحد بس، قلت علشان خاطر الولاد بيحبوه فمش هتفرق. انما بعد كده لما يبدأ بقى ينزل ويبقى كتير كده ويكبر ويبقى حلو، طبعا هنجيب منه ان شاء الله، لان هو طعمه جميل واحنا بنحبه. تمام. طبعا هي دي الحاجات اللي انا جبتها النهارده. مفيش سوق لازم انزله ويعدي عليا الا لازم يكون فيه اكلة سمك. احنا متعودين كده ان لازم كل اسبوع يكون فيه سمك. تمام. انا ساعات بجيب اللي هو البولتي، او احنا هنا بنسميه شبار. النهارده لقيت فيه بوري فكان كويس وعجبني، فجبت بوري. بصوا كان اسعار البوري، هو كان فيه بوري وكان فيه بولتي وكان فيه مكرونة وكان فيه سردين، بس انا قلت خلاص هنغير بقى النهاردة ونجيب بوري. فالبوري كان فيه ب80، من اول 80 لغاية 120. انا جبت في الوسط، انا جبت ب100 يعني. ده كان البوري ده كان ب100. هو على حسب الحجم بيغلى في السعر يعني، بيبدأ من 80 لغاية زي ما قلت لكم 120. انا جبت كيلو ونص من ده، الحجم ده كان ب100 جنيه. وجبت ده هنشوي طبعا النهارده، وهنعمل معاه رز وسلطه، وهيبقى الغدا بتاعنا النهارده ان شاء الله. لقيت طبعا البطل بتاعي انا بحبه جدا، الجزر ما بيحبش ان هو يخلى من التلاجة عندي. الولاد في اي وقت بتجيبه وبتقشره وبيحبوه بياكلوه، وهو يعني مسكر جدا الايام دي. فانا جبت، كان الكيلو ب5 جنيه، جبت 3 كيلو. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه جزر قبل كده وعملت منه مخلل، عملت منه كمية مخلل كويس يعني، كمية كويسة جدا. لان انا لما بعمله مخلل بقشره ومش بقطعه، بسيبه زي ما هو كده وبحطه في المية والملح بتاعه يعني، بحطه في المحلول بتاعه زي ما هو. لما بحب بقى مثلا البرطمان اللي انا بشتغل بيه او اللي انا باخد منه خلص، باخد بقى ايه، يعني ببدأ اني اقطع الجزر اللي انا مخللاه بحاله. يعني باخد الجزر، باخد كام واحدة جزر كده واروح مقطعاهم واحطهم في البرطمان اللي انا بستخدمه. انما ما بستخدمش الكمية كلها يعني مرة واحدة. يعني كمية الجزر اللي انا كنت مخللاها سليمة بحالها، واخد منها كل ما بحتاج واقطعه واحطه في البرطمان. البرطمان بيبقى فيه لفت برضو، كنت ببقى مخللاه بحاله واخد منه كمية برضو واقطعه مع البرطمان، بيبقى لفت وخيار وجزر، واللي هي بعض كده على العناقيد بتاعه الكرنب، وساعات كمان بيبقى فيها قرنبيط. هي دي كانت المشتريات بتاعت النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. ولو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.